الحموضة أو ارتجاع المريء والقولون العصبي مرضين في الجهاز الهضمي ممكن نتخلص منهم تماما لو بطلنا عادات سيئة كتير بنعملها في أكلنا. لو شوية تحسين في التغذية بتاعتنا هتختفي كل الأعراض دي. الحموضة العيانين بيشتكوا منها ويروحوا يتعالجوا منها بأدوية بتقلل الحموضة زي الرانيتيدين والكونترولوك، وبعد شويه يكتشفوا ان عندهم جرثومه حلزونيه فياخدوا لها علاج. لا الجرثومه بتخف ولا الارتجاع بيقل، مجرد ما يوقف الدواء النهارده الارتجاع بيزيد، مع انه لو ظبط شويه عادات سيئه في الاكل الموضوع هيتحسن معاه وفي وقت قليل جدا. شبه بالظبط القولون العصبي. القولون العصبي العيان بيشتكي دايما من امتلاء وغازات وتقلصات والم بعد الاكل والم اثناء التبرز وساعات امساك، فيروح يتعالج. الدكتور يديله ايه؟ مهدئ للاعصاب، ملينات لو عنده حالات امساك، والعيان بيكون التحسن عنده طفيف جدا. وبرضه لو حسن بشويه عادات سيئه في الاكل بتاعه هيتحسن وخلال فتره قليله. وانا هقول لكم النهارده تجربه عمليه. مرضى الارتجاع ومرضى القولون العصبي لو بطلوا النهارده العيش البلدي والمخبوزات اللي بالدقيق الصافي لمده 5 ايام 85% من اعراض الارتجاع واعراض القولون العصبي هتتحسن، ان مش كانش هتروح كلها، بحد اقصى 10 ايام، وده وعد مني ليكم ان شاء الله. وفي نفس الوقت بقول لكم ردوا علينا على صفحتنا وقولوا لنا كلامنا ريحكم ولا حصل ايه. متشكر ليكم جدا.